عرفنا اسمك ايه؟ معاكم محمد محمود ثانية. غلطت في اسمي يا اسمي. لو هتعرف لنا نفسك في جملتين هتقول ايه؟ معاكم محمد حنفي، انا جرافيك ديزاينر وكونتنت كريتور صغنطوط كده وبس. انا محمد حنفي. ايه اول روايه بدات بيها؟ ايه اول روايه قريتها؟ اول روايه قراتها واول روايه بدات بيها كانت يحدث ليلا في الغرفه المغلقه لمروه جوهر. ايه رايك في الروايات الرومانسيه؟ الروايات الرومانسيه بعضها حلو لو داخل فيها فانتازيا، الباقي مش محتاج انه يتعرض في روايه. ليه بدات تيك توك؟ ليه بدات بوك توك؟ بدات محتوى على التيك توك، حسيت ان انا ممكن اوصل مسج ورساله مهمه جدا عن طريق الكتاب للناس، فحسيت ان ده كونتنت ممكن يتعرض وتعرض. رايك في اسامه المسلم بصراحه؟ انا حاطط السؤال ده مخصوص. اتفضل يا باشا. اسامه افكاره نوعا ما حلوه، محتاج تنفيذ. يعني ككاتب بينتج 5 روايات في السنه، احنا عايزين نعرف القدره دي فين، ازاي جت منين، كتب ايه، بيعمل ايه. عمرو عبد الحميد احسن بدايه للقراءه، موافق ولا لا؟ موت. بشتري كتب كتير بناء على الغلاف بس، ولا لا؟ لا نهائي. برشح كتب مش بتكون عجباني اصلا. حصل وبتحصل، بس بحس ان هي ممكن تعجب ناس تانية كتير، لان ارائنا كلنا مختلفه. بتاثر بالكومنتات السلبيه خالص، بضحك عليها واقعد اكل وانا بتفرج على الكومنتات دي، زودوا منها.